النهاردة هكلمكم على أثر من الآثار اللي كانت موجودة في مدينة الإسكندرية، وهي فنارة أو منارة الإسكندرية. تعالوا نعرف إيه القصة وإيه الحكاية. منارة الإسكندرية هي تعتبر من عجائب الدنيا السبع القديمة. بدأ إنشائها أو بدأت كفكرة مشروع من عهد الإمبراطور بطليموس الأول، لما فكر اللي هو يعمل مشروع الفنارة ده، واستمرت للبناء لحد لما اكتملت في عصر بطليموس الثاني، والكلام ده كان سنة 270 قبل الميلاد. قعدت حوالي 12 سنة بتتبني. هي تعتبر من عجائب الدنيا السبع علشان هي تعتبر تاني أكبر أثر بعد الأهرامات. يعني كان ارتفاع حوالي طبقا لما ذكر حوالي 120 متر. طيب بالنسبة للفنارة نفسها، احنا قلنا مبقتش موجودة دلوقتي، بقى مكانها قلعة قايتباي بالإسكندرية. طب ايه اللي هيوصلنا لكده؟ لازم تعرفوا التفاصيل كلها قبل ما نروح لقلعة قايتباي أو قبل ما نوصل ازاي بقت في الحالة دي. طبعا احنا عرفناها من خلال كتابات المؤرخين اللي كانت موجودة، وبعض الآثار أو بعض الحاجات البسيطة جدا كشكل بس عرفناه، لكن الوصف وكل ده كان من كتابات المؤرخين. يعني الفنارة دي إن عرفنا إن اللي كان المهندس بتاع اللي عمل الفنارة، وهو ما طلعش المهندس في الآخر، أقول لكم طلع إيه بس أوضح لكم، واسمه سيستراتوس. سيستراتوس ده عرفناه من خلال كان في لوحة نصية محطوطة على باب الفنارة، ومكتوب إن من سيستراتوس اللي هو المفروض اللي بيتقال عليه مهندس يهب هذا العمل اللي هو الفنارة يعني للإلهين الخيرين أو الحارسين. من خلال استنتاج النص وبعد كده اكتشفنا إن سيستراتوس هو ما هو إلا أصلا كان رجلا ممولا للمشروع ده، وإن هو كان هو يوناني طبعا، وهو واحد من أغنياء الإسكندرية، وكان غني جدا، والدولة سمحت له اللي هو يمول المشروع ويحط اسمه، فكان فيعتبر هو اللي كان ليه التمويل في المشروع ده، فهو مش المهندس، لا هو الممول للمشروع. طيب ومن خلال كده قلنا الإلهين الخيرين، استنتجنا من خلال كده، وبعد كده عرفنا ان كان على قمة الفنارة فوق كان في إلهين، وهقول لكم ايه اما نوصل للوصف الأثري بتاعهم. الفنارة طبعا احنا قلنا عرفناها من كتابات المؤرخين. هي الفنارة دي لو اتكلمنا فيها بتنقسم لثلاث أجزاء. جزء مربع، أول حاجة جزء يقابلنا مربع، اطلع فوق شوية جزء مثمن، اطلع فوق شوية جزء كده مد على شكل دائري، يعني متقسمة لثلاث أجزاء. هنبتدي بالجزء اللي تحت خالص اللي هو الجزء المربع. الجزء المربع ده كان ارتفاعه يجي حوالي 80 متر، كان جواه بيتكون من 300 غرفة، كانت عبارة عن الروافع، كانت عبارة عن خزانات للزيت، كان فيها قاعات أو مساكن للعمال اللي كانوا موجودين داخل الفنارة. مش بس كده، ده كان فيها زي طريق كده موجود كان بيمشي عليه الثيران، علشان كانوا بينقلوا البضائع المحملة اللي بتبقى محملة على المينا، وبينقلوها داخل المخازن اللي كانت موجودة في الفنارة. يبقى ده أول دور اللي هو القاعة المربعة. بعد كده نطلع للقاعة المثمنة. القاعة المثمنة احنا ما نعرفش محتوياتها كانت ايه، يعني ما نعرفش المحتويات بتاعتها بشكل ايه، كان فيها ايه، ولكن هي كانت تحتوي على نوافذ كتير جدا او شبابيك كتير جدا، وكانت فيها شرفة كبيرة داير ما يدور كده او واسعة بتحيط بالفنارة، والشرفة دي كانت عليها تماثيل من البرونز على شكل الدرفيل الكابوري وعلى شكل حوريات البحر. وعرفنا ده امتى؟ سنة 1910 من خلال تطوير ميناء الإسكندرية، 1910 ميلاديا، من خلال تطوير ميناء الإسكندرية وجدنا في الإسكندرية نفسها كان في تماثيل من البرونز على شكل كابوريا. فعرفنا ومن خلال استنتاجات أو كتابات المؤرخين عرفنا إن كان ده موجود على الفنارة، وإن التماثيل الكابوريا دي موجودة حاليا في المتحف البريطاني. ده يبقى تاني جزء ده اللي موجود. طيب نيجي بقى للتالت جزء اللي هو الجزء القمة بقى بتاع الفنارة. الجزء القمة بتاع الفنارة هو ده اللي كان فيه وحدة الإضاءة اللي تضيء بيها الفنارة. وبصراحة وحدة الإضاءة دي اتقال عليها شوية كلام كده، يعني في شوية منه أقرب للأساطير. يعني كان بيقولك إن الإضاءة دي كانت تنير للشط التاني
الشط التاني للبحر المتوسط اللي هو ناحية بلاد اليونان، يعني اللي في بلاد اليونان كان يقدر يشوف الفنارة دي وهي بتضيء كل المساحة دي كلها. ده كان يتقال، يعني طبعا دي أسطورة من الأساطير. بيتقال تاني لا، إن الفنارة كانت ليها قوة، اللي هي كانت بتحرق سفن الأعداء. يعني عايز يقولك إن الفنارة دي كانت لما بتولع أو بتطلع النور ده بيتوجه للسفينة اللي فيها عداوة أو اللي فيها هجوم على الدولة، فالضوء يتوجه عليها تتحرق. دي حاجة تانية بيقول لك لا، دي كانت القمة بتاعت الفنار اللي فيها الضوء، كانت المادة بتاعتها نفسها متغطية بمادة كيميائية. فيقول لك المادة الكيميائية دي كانت بتنير المدينة الإسكندرية كلها بشكل معين، وما عدا النهار، وما كانتش بتأثر عليها ولا ريح ولا مطر، يعني الريح ولا المطر كان يعرف يأثر عليها. دي طبعا يعني أساطير اتقالت كتير، لكن في الحقيقة بقى في الدقة بتاعت التفاصيل عرفنا إن الفنارة، ان الاضاءه بتاعتها ان كان فعلا اما تنير طبعا بالليل، طبعا الشعله بتاعتها كانت فيها شعلات كتير جدا محطوطه داخل القمه، وكانت الشعلات دي بيبقى وراها او موجوده مرايات دي واخده شكل مقعر، فبحيث الشعله تضرب في المرايه فتضيء البحر او تضيء المساحه بشكل كويس جدا، تتيح للسفن اللي ماشيه اللي هي تشوف او تعرف ان في هنا فناره، فتقدر ما تصطدمش بالشط بتاع البحر وتحمي السفن من من الاصطدام في ناحيه شاطئ البحر. فده يعتبر اللي موجود. طيب من خلال وجود القمه اللي فوق عرفنا ان كان في تمثالين، وده انا ذكرتهم في الاول في اللوحه اللي كانت موجوده على باب الفناره من تحت خالص. كان في تمثالين، والبعض يقول لك تمثال، بس هما تمثالين. يا اما التمثالين دول كانوا من البرونز طبعا، يا اما كانوا لبطليموس الثاني وزوجته عشان ألهوا او قدسوا بعد ذلك بعد ما ماتهم، او تمثال تاني او للاله بوسايدن. الاله بوسايدن ده اللي هو اله البحار ومع احد الربات، فممكن ده او ده، يعني احنا ما نقدرش ندي رأي صحيح في الحتة دي. الفنارة بتاعت الإسكندرية أقدم تصوير ليها كان بيرجع أيام العصر الروماني، وخاصة العملة اللي خاصة بمدينة الإسكندرية في العصر الروماني اللي بترجع لعصر الإمبراطور هدريان. ده عرفنا إن ده كان أقدم تصوير للفنارة اللي كان موجود، واتصورت بعد كده بشكل كبير على العملات، وكمان شفنا شكلها بشكل أكتر في العصور الوسطى. يعني في العصور الوسطى في كنيسة آيا صوفيا بتركيا كان في كده زي شكل لوحة أو شيء من اللوحة موجودة بتصور هنا القديس مرقس الرسول، هو أول من بشر بالمسيحية، بيوصل وما وصل الإسكندرية طبعا، وليه قصة طويلة جدا مش عايز أحكي لكم عشان ليها تفاصيل. من خلال كده وصل، وكان من ضمن ما هو موجود كان هو موجود ناحية فنارة الإسكندرية. ده كان موجود برضو من كنيسة النقش ده أو الصورة دي كانت موجودة ناحية كنيسة آيا صوفيا بتركيا. عرفنا بعد كده إن الفنارة طبعا بقى اتعرضت، إيه اللي خلاها تنقرض أو إيه اللي خلاها تختفي؟ طبعا مع مرور الوقت طبعا تعرضت اسكندرية لزلازل، يعني تعرضت مدينة الإسكندرية لزلازل كتير جدا. 27 قبل الميلاد زلزال حصل بس ما أثرش على الفنارة. 795 ميلاديا حصل زلزال في جزيرة كريت. طبعا 597 ده يعني في الفتح العربي بعديه بشوية، طبعا شوية كده كتار شوية. حصل في جزيرة كريت في اليونان زلزال كبير جدا دمر الجزء العلوي من الفنار، فلم يتبقى منها غير الشكل المسمن بحتة مرتفع مع الشكل المربع اللي احنا وصفناه. بعد كده اتكمل جاء العصر الطالوني ايام احمد بن طالون كده، او العصر الطالوني بصفة عامة. استغلت الفنارة دي كمكان، ان الجزء العلوي اللي كان موجود الحتة اللي فيها اتقلب مسجد، والباقي بتاع الفنارة اتقلب برج للمراقبة والحراسة. يعني استغلوا ده كبرج للمراقبة والحراسة كحماية طبعا ليهم، لأن ده تعتبر كانت حاجة للمراقبة. بعد كده جت فترة سنة 1303 حصل زلزال شديد جدا دمر الجزء المسمن بتاع الفنارة، ولم يتبقى منها غير حاجة بسيطة جدا مربعة، يعني الجزء المربع منها البسيط اللي أصبح موجود. بعد كده لحد لما جت 1480 ميلاديا جه بقى السلطان الملك قايتباي في العصر المماليك، وقال لك طب خلاص هي دي بقتش ليها استخدام،
يعني خلاص الفنارة دي خلاص اختفت تماما، فمبقتش ليها غير الجزء المربع. فالسلطان قايتباي حب بقى يستغلها عشان يبقى يعمل حائط صد دفاعي يدافع بيه عن نفسه ضد الخطر اللي كان بيواجهه برضه من ناحية البحر المتوسط. فقال لك استغل أحجار فنارة الإسكندرية وبنى بيها قلعة قايتباي. عشان كده هتلاقي قلعة قايتباي مبنية بأبعاد وأحجار منارة الإسكندرية. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم، آرائكم، تفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.